ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. جاية اتكلم النهاردة عن التقبل. ازاي اتقبل النواقص اللي موجودة في حياتي عن طريق حاجتين، والحاجتين دول هيمهدونا لرمضان. ايه اول حاجة؟ اول حاجة الذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، هو نايم وهو صاحي في اي وقت. لسه سامعة مقولة الشيخ الشعراوي كان بيفسر فيها سورة الفاتحة. كان بيقول إن إحنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله عامة أو أي ذكر لله سبحانه وتعالى، أول حاجة العقل بيدرك إن إحنا بنستعين بالله، بسم الله. بعد كده القلب بيدرك، وبعد ما القلب يدرك يبدأ يكون في زي قشعريرة كده، قشعريرة للجسم. بعد القشعريرة ديت بتنتج طاقة. الطاقة ديت هي اللي فيها السكينة، اللي فيها التفاؤل، اللي فيها كل حاجة احنا محتاجينها عشان نقدر ان احنا نتقبل النواقص اللي عندنا. فأول حاجة الذكر، دايما تبقى ذاكر لله. يكون ليك سبحة جنب وقت النوم، سبحة ساعة في ركن الصلاة، سبحة مخصصة ليك لما تخرج، سبحة على طول سبحة معاك. بعد ما توصل لانك خلاص بقيت تسبح ربنا كتير وان ديت حاجه بس اصبحت عاده، ابدا بعدها مارس الامتنان. بمعنى انا بمتن لكل حاجه موجوده في اللحظه دي. انا ممتنيه للمج اللي انا اشتريته ده، انا ممتنيه لكوبايه الشاي ديت، انا ممتنيه للحظه اللي انا عايشاها دلوقتي، ان في هواء وفي الشمس لسه طالعه وان في يوم جديد. انا ممتنيه لكل ده. شوفوا كميه النعم اللي انا بمتن بيها اللحظه ديت هتخليني ما افكرش ولا في ماضي ولا افكر في المستقبل. بجد انا من ساعه ما بدات امتن لله، طبعا بيجي عليا لحظات وانسى، بس من ساعه ما بدات ان انا اذكر نفسي بالامتنان، انا خلاص ما بقاش فارق معايا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. بقى كل اللي يهمني اللحظه هذه. لو الجو حر قوي 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 وسبحان الله ربنا بعت لي زي نسيم هوا كده، والحمد لله ان هي الحمد لله اللي انا حسيته. لو راكبه عربيه ولقيت حد ماشي في شمس او كده، اقول الحمد لله ان ربنا رزقني ان انا اكون دلوقتي في العربيه، كان ممكن ربنا يرزقني ان انا امشي. ففكره الامتنان يخلي الواحد عنده طاقه ايجابيه، يخلي الواحد دايما ايجابي، دايما عنده طاقه، دايما مبسوط، دايما فرحان، دايما متقبل كل النواقص اللي عنده. يعني مثلا اليوم كان سيء جدا بس استمتعت بكوباية شاي، خلاص انا همتن كوباية الشاي تنسيني قساوة اليوم، تنسيني اللحظات اللي ما كانتش احسن حاجة اللي انا عشتها في يومي، سواء بقى ان الجو حر، سواء ان انا ما كنتش يومي ما كانش مترتب. وهفضل اقعد استمتع بكوباية الشاي لغاية ما تخلص، وبعدين اشوف لحظة تانية جديدة اعيشها بكل النعم اللي فيها، بكل التفاصيل اللي فيها. بس كده عشان ما اطولش عليكم، اتمنى تكونوا استمتعتوا. مع السلامه.